السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في الفيديو جديد. اليوم ان شاء الله نشارك معكم واحد الخبيزات ان شاء الله كيجوا رائعين جدا البنات. كيف ما كتشوفوا عندي هنا غادي نعبر زلافة، وتقريبا زلافة عامرة ديال الدقيق. غادي نديرو فواحد الاناء اللي غادي نجمع فيها العجين. كيف ما كتشوفوا معنا زلافة عمرتها مزيان. غادي نضيف عليها معلقة ديال السكر، وغادي نضيف اول حاجه بواحد البيضه اللي خلطتها مزيان في الزلافه. عاد من بعد ضفتها في وسط الخليط ديال الدقيق. كيف ما كتشوفوا ضفت هنا شويه ديال الملحه. غادي نضيف شويه ديال الخميره ديال الخبز، معلقه صغيره ديال الخبز. هنا معلقه ديال السكر كيف ما كتشوفوا معايا. وهنا الخميره ديال الخبز غادي ندير واحد شويه هنايا. وهنا ضفت 2 معالق ديال الزيت النباتي، وغادي نضيف واحد شويه ديال الزعتر. كيف ما كتشوفوا غادي نحكو، غادي نضيفو، وغادي نجمع هاد العجين بالماء الدافي. من بعد ما جمعت العجين غادي نخليها نغطيها ونخليها تخمر. كيف ما كتشوفوا غادي نجمعها ونغطيها بواحد الميكه ونخليها تخمر على جنب حتى تضاعف الحجم ديالها. وهنا غادي نوجد واحد الصوص اللي غادي نديرو في الاول. كيف ما كتشوفوا غير شويه طرف صغار ديال البصله، واحد نص مطيشه قطعتها وحيدت من هذيك الزريعه ديالها، فلفله حمراء واحد طرف صغيور، فلفله خضراء كذلك. غادي نطحنهم مزيان، وكيف ما كتشوفوا الشكل ديالهم. غادي نضيف عليهم معلقه ديال صلصه الطماطم ومطيشه ديال الحك، وغادي نضيف شويه ديال زيت الزيتون، وغادي نخلط ونخليهم على جنب حتى توجد معنا العجينه. وغادي نوريكم اش غنديروا بها ان شاء الله. هنا من بعد ما خمرت لنا العجينه غادي ناخذها وغادي نسرحها فوق الضلفه مزيان حتى تعطينا على شكل مستطيل طويل كيف ما تشوفوا معنا. غادي ناخذ هذاك الصوص وغادي ندهن به هذاك العجين. كيف ما كتشوفوا من بعد ما سرحت على شكل مستطيل غادي ندهن به هذاك الصوص مزيان كلشي من الفوق كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل. وغادي نقطعها على شكل اشرطه كيف ما كتلاحظوا بهذا الشكل. وغادي ندور هذوك الاشرطه بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا. نتمنى ان شاء الله الفيديو كيشرح كيبان لكم كلشي. غادي نطويهم نحربلهم بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا على شكل بحال شكل ملويه بهذا الشكل. وغادي نضغط عليهم غير شويه وغادي نديرو فواحد الطاوه اللي نفرش عليها ورق ديال الخبز باش نخليهم كيف ما كتشوفوا. غادي نكمل وغادي نطويهم كلشي على هذا الشكل.
كيف ما كتشوف من بعد ما كملتهم كيجيو بحال هذا الشكل. كندورهم بهذا الشكل بحال هكا وكنحطهم نوجدهم في الطاوه وغادي نكون مشعله الفران وغادي ندخلهم يطيبوا من الجهه تحت. وهذا هو الشكل ديالهم. غادي ندهنهم بواحد بالصفار ديال البيضات اللي زدت معاه شويه قطرات ديال الحليب. غادي ندهن الجناب ديالهم مزيان وغادي ندخلهم الفران. هنا عندي غادي نعمرهم بالكفته. هنا عندي الكفته مشرمله قبل. غادي نضيف لها داكشي اللي بقى لي من داك الصوص اللي كنت وجدته. غادي نخلطهم مزيان وغادي نديرهم واحد الخبيزات صغيره نقليهم نطيبهم في المقله ونعمر بهم هذاك الساندويشات اللي صايبت معكم. هذا الشكل ديالهم من بعد ما كانوا كيطيبوا مزال في الفران ومن بعد ما خرجتهم من الفران. من بعد ما وجدوا ديالهم غادي نرمزهم على جوج. نقسمهم على جوج بحال شكل. غنفتحهم عليهم بالكرب على الوسط. غادي نعمرهم بجوج. غادي نعمرهم الحشوه اللي قلت لكم. عندي هنا الكفته عندي هنا الخيار طيبتها بهذا الشكل. عندي الفرماج عندي هنا الخس. غادي ندير عندي الخيار عندي الفرماج. غادي نعمر بالحشوه اللي عندي. غادي نعمر داك الحشوه اللي عندي كما كتشوفوا. غادي ناخذ داك الفرماج ديال الساندويتش غادي نضيفو في وسط الخبزه وغادي نضيف عليه داكشي الاخر. كيف ما شفتوا معنا كيجي الشكل ديالهم الصراحه رائع. وحتى ديك الصوص اللي عمرته من الوسط صراحه كيعطيهم واحد البنه رائعه في ديك الخبيزات. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم. وصلت معكم للنهايه ديال هذا الفيديو. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم وتردوا عليا. كنقول لكم الى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله.